الوجهة ضمن أربيل إلى أرض اختيرت بعناية فائقة لتكون قلعة حصينة بقوة وبطش الطبيعة، فلا تدخل لأيدي البشر بتكوينها سوى أنهم قد اختاروا موقعها الجغرافي بدقة بالغة لتكون حصنا منيعا لأبد الدهر وسط بقعة متناهية الجمال ضمن جبال كردستان. نصب لتمثال المهندس النيوزيلندي هامilton يقبع قرب مدخل وجهتنا رواندز، وهو طريق أنشئ من أربيل وحتى حاج عمران بطول 185 كيلومترا على يد هذا الشخص حتى خلد باسمه. آخذكم في جولة وثائقية حيث قلب سياحة أربيل، مدينة جمعت بين الحداثة والقدم، بين الأصالة والقيم، كانت عاصمة لإمارة سوران. لنطلع على قصتها، تراثها وقلاعها. وصولنا في الصباح دفعني لأن أتناول فطوري ضمن أبرز معلم في هذه المدينة على حافة وادي خالراش ونهر كاولوكان الساحر وعلى الطريقة الرواندزية. لا شيء يضاهي جمال المكان، صوت المياه وإفطار ملكي. كانت هذه بداية التوثيق. تملكني الفضول لكي أستكشف بنفسي وادي خالراش الذي يعني بالعربية الخال الأسود أو الشامة السوداء. يقع الوادي في الجهة الغربية من مدينة رواندز. ويقال أن خالراش هي نبتة برية ربيعية يكثر نموها في الأماكن الجبلية خاصة في هذا الوادي. يمر من خلاله نهر كاولوكان الدفاق. الوادي بمثابة خندق يحمي المدينة يصعب اجتيازه لارتفاعه ومرور النهر من خلاله. مياه النهر باردة، اغتسلت فيها بعد مشقة الوصول إليها. كان هناك صياد لسمك أجريت معه مداخلة بسيطة. السلام عليكم كاكا. باشي شي راو ماسية تصيد السمك يعني. ليرة ماسية قورة بتشوك كبير صغير السمك. صيد الشي لا
طبعا يصطاد الصياد السمك هنا في نهر كاولوكان في وادي خالرش. سمك صغير ينظفه حتى لا يخرب السمك طبعا. هذا الوادي والآخر الذي يدعى خراند ارتبط اسمه بقصص الموت، سنعرج عليها عند زيارتنا للوادي الثاني في الجهة الشرقية. أهل الواديان والجبال في ظهر المدينة لأن تكون قلعة طبيعية صامدة جاهزة للبشر منذ قرون عديدة. وتعني رواندز قلعة روان وفقا لبعض التفاسير، ويقال أن روان اسم عشيرة كردية. على جانب من خالرش ارتقينا تلة تضم برج مراقبة بني فترة إمارة سوران مطلع القرن التاسع عشر. يقابله آخر بنفس الشكل والتصميم في الجهة الشرقية بالقرب من وادي خراند. أنا الآن بالقرب أحد أبراج المراقبة في رواندز. هذه الأبراج كانت لحراسة المدينة فترة إمارة سوران، تدعى بقنقرة. تابعوا قصته. وظيفة البرجين لحماية طرق دخول المدينة والدفاع عنها ورصد التحركات. البرج على ارتفاع قرابة 8 أمتار، مبني من حجارة مرصوفة بالنورة، بحافة عليا مسننة كتصميم أبراج القلاع القديمة. ارتبط البرجان بقلعة محمد الرواندزي أمير سوران في تلك الفترة التي تقابل مدخل المدينة، وتقع ما بين قضاءي سوران ورواندز على تلة عالية. وصلنا إليها وشاهدنا الدمار الذي حل بها نتيجة الحرب التي دارت بين الأمير الكبير والعثمانيين. هذا ما تبقى من قلعة إيتش التي كانت على مساحة 1750 مترا. بقي هذا السور وهذا النفق وبعض الأطلال. شاهدوا معي عن كثب.
كانت قلعة إيتش على مساحة تصل إلى 2750 متراً، مربعة الشكل وعلى طابقين، وتحتوي على عدة غرف تعلوها قباب. ما تبقى الآن منها جدار كان في السابق بسمك 1.60 سنتيمتراً. ونفق ربما كان بمثابة غرفة للخزن أصرينا على دخولها رغم وجود العقارب والأفاعي. المكان بطول 8 أمتار تقريبا، وارتفاع يبدأ بأكثر من نصف متر عند المدخل حتى يصل إلى أكثر من 2 متر عند المنتصف، وهذا أبرز مكان متبق من قلعة إيتش. اللافت في الأمر هو أن القلعة رقيب ممتاز على مدينة رواندز، وتشكل رصدا مهما وفعالا برفقة أبراج كونغرا. توجهنا إلى داخل مدينة رواندز، التي ترتفع فوق سفحي جبال كورك وأرموشا ب8 استدارات صعودا. منتصف الطريق استوقفنا نصب للأيقونة الكردية وهاب أغا، وهو من مؤسسي الحزب الديمقراطي الكردستاني في مهاباد في العام 1946، وكان قائدا ميدانيا برفقة زعيم الكرد الخالد ملا مصطفى بارزاني في ذات التاريخ، كما شارك في ثورة أيلول التحررية لشعب كردستان. أكملنا مسيرنا نحو القمة، حيث كان في استقبالنا عند مدخل المدينة حديقة تحتضن واحدة من أندر قطع الأسلحة الكردية على الإطلاق. تمثال أمير سوران الأمير الكبير الأعور محمد، الذي جعل من رواندز عاصمة لإمارة سوران في العام 1813. باشاي جوري أي الأمير الكبير، ولأن حرف ج لا يوجد في اللغة تنطق كورا في بعض الأحيان، أي الأعور باللغة الكردية. بويت باشاي كورا يعني واخد دريتو واتيجي والله من أصل جدا وكو دكتور روس باشكا كورا بوت. دكتور روز لا دكتوري شي بريطاني بو لبغداد بو، وهروا دكتور روز تعريفية كاريكا ريشكي جري بو، وهروها لتمانية شلوبين صالي بو، متساوي شي جواني هبو بلام خوريكيلي بو، وأريتساوي شي نقصان بو.
نصر الله من عمر محمد بيك، عمل رجب سنة 1203 للهجرة. أقف الآن بالقرب من قطعة سلاح حقيقية، مدفع حقيقي يبلغ عمره أكثر من 200 سنة، عمل بأياد كردية وعلى أرض كردستان. مدفع الأسطرجب قطعة سلاح صنعت بأياد كردية قبل أكثر من 200 سنة من الآن على يد الأسطرجب الذي أرسله الأمير الكبير إلى فرنسا ليحترف فن صناعة الأسلحة، ولقد نجح بالفعل في صنع واحد من أوائل الأسلحة الكردية على أرض رواندز، والتي صمدت بوجه الاحتلال العثماني بفضل هذه الأسلحة. اجتزنا المدينة التي بنيت بطريقة هندسية جميلة جدا كطبيعة بيوت الجبال الساحرة، وصولا إلى وادي خرند الذي يقع في الجهة الشرقية من المدينة. أقف الآن بالقرب من واد بحافة صخرية مرعبة يدعى بوادي خرند. ارتبط اسم هذا الوادي بقصص انتحار العاشقين، إذ كم قصة ارتبطت بهذا الشيء. يرتبط هذا الوادي من الجانب الآخر بجبل هندرين، ومن هذا الجانب بأرض رواندز. تابعوا معي بقية القصة. خرند ارتبط اسمه بالموت، كونه شهد على انكسار عدة جيوش حاولت احتلال المدينة، أو إنه اقترن بحالات انتحار العشاق الذين لم يحظوا بأحبائهم وفقا للأهالي، أو لربما أن هناك حكايات أخرى. كاتي كروز دي رواندز دا جيرك لسالي 1916 نو جني رواندزي كدر ناسن خول خرندي داوين نوجن یەکێکیان لەوان داپیرە گەورەی عەزیز بەجی ڕانیە کە یەکە لە بنەماڵی ئێمە، یعنی ئەوە ماهەی بوێریشە. نۆژن لە ترسی شەرەف و کەرامەتی خۆیان بۆی نەکەونە چنگ داگیر کرد، خۆیان دەخەرەندی هاویشتی ئەوە شتێکی باوە. ڕواندزی خەڵکی قارەمان، خەڵکی بوێرن، ئیسپاتیان کردیە. ئەوجا بە حکمی ئەوەی کە دەوروبەری پاشای خەلکی ئازا و بوێری لە خۆکۆ کردیتەوە، بەو حکمەش توانێتی هەندە بە خێرایی دەسەڵاتی خۆی هەڵبەستیتەوە، بەڵام ئەوەش واقعا ڕووداوە، ئەوەش یەکێکە لە بوێریەکانی ڕواندز و ژنانی ڕواندز. وادي أكويان هو المقصد، حيث قصر والدي الأمير الكبير الذي يقال عنهما أنهما أقصي أو نفي إلى هذا المكان حتى لا يتدخلا في شؤون حكمه أو يرق قلبه لهما. فالأمير بطبعه كان صارما جدا. المكان على بعد 10 كيلومترات تقريبا من مركز رواندز. فوق تلة عالية أعلى الجبال رصدنا بطائرتنا المسيرة بقايا قصر مصطفى بيغ والد الأمير الكبير. إذ قضى وزوجته ما تبقى من عمرهما في هذا المكان بعد التنازل لابنه بالحكم. بقايا جدران صخرية كانت في السابق على ارتفاع 16 متراً، وأطلال غرف يطلق عليها الآن بقلعة أكويان. هدم هذا المكان بهجمات للنظام السابق فترة الثمانينيات. قلعيك لو بري أكويا بكون قلعية، وقلعة شتير لبرنزاري هي لبرنزاري أكويا، أو قلعة دمدمي في إيرين، أو ببابي خوي دروس كرت سي مرجي ببابي خو قد
قلتي مبلغ باريك مدي بو دروس كنوي إمارات ومداخلة إيشوكاري منكي وهروها لروانزيش مميني تكون لروانزيش بما با مداخلة إيش يكرد كمداخلة كربا دبوا ريزي بابي خوي كربا تكون عالية ما ريزي بابو براغوري خوي أنا قرن لبر أوي ناردية أكويا لو قلعي شي بودرس كربا ناي قلعي دم شويني باشا بابي باشا يقبر بو آوشي بوشي شايسا شويني أسري آوشي بعد قطع مسافة كيلومتر واحد وصلنا إلى مشروع ري الأمير الكبير، وهو قناة مائية محاطة بجدار بطول كيلومترين ابتداء من شلال أكويان حتى قرية فيفيان. لكن هذا ما تبقى منها، الآثار فقط. وكان هذا المشروع ضمن العمل حتى ستينيات القرن الماضي. كما قلنا في البداية أن رواندوز هي قلب سياحة أربيل، إذن لا بد لنا من التوجه إلى أجمل المرافق السياحية في هذا المكان، إلى واحد من أجمل الشلالات في عموم البلاد. من يصدق أن هذه المياه تأتي من باطن الجبل؟ مياه باردة في فصل الصيف تلطف أجواء المكان. نحن الآن في بيخال على بعد 10 كيلومترات من قضاء رواندوز و110 كيلومترات من قلب أربيل. أهلا بكم في شلالات بيخال. مياه تتدفق من عيون باطن الجبل، تنحدر على سفحه بصورة أخاذة مصدرة صوت خرير عال. تسهم المياه المتدفقة في المنطقة إلى تخفيض درجة الحرارة في فصل الصيف لتصل أعلى درجة في أوقات الذروة إلى 36 درجة مئوية. هذه المؤهلات الجميلة جعلت من المكان قبلة سياحية كبيرة، بنيت حوله المطاعم والمحال. المحطة الأخيرة في توثيقنا منتجع ترفيهي أنشئ ليكون لأهالي رواندوز، إلا أنه أصبح قبلة هو الآخر لكل سائح محلي أو دولي. أعلى منتجع عملاق يضم مدينة ألعاب ومسابح في عموم العراق وإقليم كردستان. على مساحة 330 دونما، على ارتفاع 1100 متر فوق مستوى سطح البحر، في أكبر مدينة ألعاب مائية في عموم البلاد، وأعلى واحدة
في العراق وإقليم كردستان. نأخذ جولة في هذا المكان. يقبع المكان فوق جبل بانك. يضم المنتجع 113 فيلا لسكن السياح ومدينة ألعاب جميلة. جربنا أكثر لعبة ممتعة في المكان. انطلقنا إلى المدينة المائية على أرض ذات المنتجع. استمتعنا في ألعابها وجربنا أول مشروع للأمواج الاصطناعية في عموم العراق. شاهدنا حفل زفاف مقام على أرض المنتجع. دعيت إلى مشاركة رقصة الدبكة الكردية الممتعة مع المحتفلين. حركاتي متواضعة، إذ أنني أول مرة أجرب هذه الرقصة. كل هذا الجمال كان بمثابة لؤلؤة وسط محارة تقبع وسط جبال كردستان، على أمل البحث عن محار آخر والخوض في جمال لآلئه.